أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مع الدرس 45 بعد 100 الأولى من سيرة سيد الأولين والآخرين، صلوا عليه. الآن انطلقنا للحديث عن أهم حدث في تاريخ الدعوة، هو حديث هجرة رسول الله من مكة إلى المدينة، الذي انتقل من خلاله النبي صلى الله عليه وسلم من حالة الاستضعاف إلى حالة التمكين في المدينة، وانتقل من حالة الدعوة في مكة إلى حالة الدولة في المدينة، وانتقل من حالة الضعف في مكة إلى حالة القوة في المدينة. فقد هجر في مكة كل أسباب الضعف، وانتقل إلى المدينة وبيده كل أسباب القوة والتمكين يستثمرها من أجل نصرة الدين والإسلام العظيم. أولا، إن الهجرة إلى الله وهجرة النبي وأصحابه إلى المدينة لم تكن عملا بسيطا سهلا يسيرا نقرأه نحن في السيرة ونستعرضه كما نستعرض القصص. إن الهجرة هي من أجل الأعمال وأصعبها ومن أخطرها. علاش؟ فهي أولا سنة جميع الأنبياء. كل الأنبياء لم ينصروا من قبل أقوامهم، ولكن لحكمة جليلة يعرفها ويعلمها ربك يهيئ الله تعالى للأنبياء أقواما من غير قومهم لينصروا هذا الدين، وهذه سنة أجراها الله تعالى مع كل أنبيائه. فإذا لم تكن هذه الهجرة عملا سهلا بسيطا كما يتصور الناس، فأين تتجلى هذه الصعوبة؟ سنضعكم في هذا الدرس قبل بدء الهجرة حول هذه الصعوبة والمشقة التي تحملها النبي صلى الله عليه وسلم ليمهد لقضية الهجرة. فالهجرة هي نتيجة لجهود عظيمة. الهجرة ما جاتش غير هكذا، قال شي نهار صباح الصباح وقال له نوضوا نمشيو نخرجوا. لا لا لا، 13 سنة التي قضاها في مكة كلها كانت لتهيئ الأجواء للهجرة. 13 سنة، والحياة في المدينة كاملة انت عند 10 سنين، أي أكثر من نصف عمر النبي الدعوي كله كان تمهيدا لهذا الحدث. ربي ربي ربي. فما الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم ليمهد للهجرة؟ قام بعملين جليلين، قال لهم مزيان، عملين جليلين. العمل الأول واسمه هو ربى فيه من يهاجر. شكون يهاجر معك؟ من ذا الذي يستطيع أن يتخلى عن وطنه وأرضه وأهله وأولاده ويخرج معك لأرض لا يعرفها ولبلد لا يعرف طبائعه وليس له فيه أهل ولا أرض ولا تجارة، وقد ترك كل شيء لله لنصرة الإسلام؟ شكون يخرج معك؟ شكون يفد معك الدعوة؟ الناس بزاف، الناس غير مكركرين، تخرج للشارع تصيب الآلاف، وكاين 1.5 مليار تاع المسلمين في العالم. من ذا الذي يتحمل معك عبء الدعوة إلى الله؟ هذا يحتاج إلى تربية، إلى بناء أجيال تحب الله ورسوله. وهذا هو الذي قام به النبي في 13 سنة. واسمه كان يقوم بتربية الرجال، أي المهاجرين هي صنيعة الله التي أجراها على يد رسوله. مايد إن محمد صلى الله عليه وسلم. مهاجر هي مايد إن رسول الله. الهجرة والمهاجر هي من صنيع، ما بغيتش نقول النبي صلى الله عليه وسلم، جاتني حشومة، من صنيع الله أجراه على يده، على يد حبيبه رسول الله. هي صنيعة الله، الله صنعهم على عينه. باش
بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. شو العمل؟ يتلو عليهم آياته. سهلة هذه؟ لقيت اللي ما تقدرش تنطق بالآية. ويزكيهم، يزكيهم، يزكي أنفسهم. باش بحب الله، بحب الآخرة تتنمى الأنفس. باش تتنمى الأنفس؟ كيفاش الأنفس تتنمى بالخير؟ باش الإنسان شكون هو اللي يبغي الخير؟ شكون هو اللي يعرف منين يدير ذاك الخير؟ عنده الخلاص. شكون هو اللي يعرف اللي عنده الخلاص؟ الخلاص كاين زوج، كاين دنيوي يتحرك الناس ويديروا شي حوايج نتاع الخير باش يخلصوا في الدنيا، هذا ولاد الدنيا، هذا ما تعولش عليه. إلا كاين ما يدي راه معاك، إذا لم يجد ما يأخذ تركك وأسلمك وسلم فيك. إذا أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ما تعولش على هذا، باغي المقابل، لكن مقابله مادي عاجل. آثر العاجلة على الآجلة، وآثر ما يفنى على ما يبقى. والذي يؤثر الذي يفنى على ما يبقى، أقسم بالله لن يتقدم معك خطوة إلى الله أبدا. غير تجي المسألة نتاع الآخر باش يقلعوا له البيبرون يقول لك اسمح لي الله هذيك اسمع ما نعرفكش، يا لا الله اكسكيوز مي خليني ترانكيل. هذا الناس هذا واسمه على من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن المقابل موجود، ولكن لن يعدك النبي مقابلا ماديا زائلا لا يساوي عند الله جناح بعوضة ولو كانت الدنيا كلها مقابلة حركاتك. فلو أعطاك هذا النبي بأمر من ربه الدنيا كلها من أجل هذا العمل الأخروي لكان ذلك شيئا بسيطا، لكن النبي يعدهم بما هو أعظم. لا صوت موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا هدب من أهداب تاج سيدنا سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أنا أعدك الجنة، أنا أعدك الجنة بهذا العمل، لا تنتظر شيئا. ويا ابن عمي ومن تربي الناس ولاد الأخيرة وشحال واعرة، ويا حبيبي باش تخرج معك واحد الراجل اللي يخدم الآخرة تقدر تكون مهندس تبني القناطر، مهندس تبني حضارة مادية عظيمة فيها الباطمات فيها الطرقان، لكن أن تبني الرجل الذي يعمل للآخرة هذا لا يقوم به إلا رجل رباني يحب الله ويصدق في الدعوة إلى الله تعالى، وهذا لن يتأتى إلا لمن اصطفاهم الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هذا اصطفاء نتاع سيدي ربي. الله هو يختارهم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هؤلاء الذين اختارهم الله تعالى. أو يا ابن عمي منين يبقى الإنسان يربي الرجال اللي يحملوا معه الدعوة، بحيث يكون هذا الذي تربيه واسمه يكون مؤهلا في كل وقت إذا دعاه منادي الله أن يضحي بالغالي والنفيس من أجل الدين تجده يقول واسمه يقول لبيك لبيك لبيك. با 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 با. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تعرض هو وأصحابه لكل البلايا ليتخلوا عن الدين، قتلوا فمر عليهم وهو يقول اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، أزهقت أرواحهم، ثم هددوا وعذبوا، وكان سيدنا خباب بن الأرت تأتي أم أنمار سيدته فتصلبه وتحمي الحديد على النار وتضعه على ظهره العاري فلا يطفئ حر الحديد إلا شحمه المذاب على الدين، وهو ثابت صابر.
بلال عذب في رمضاء مكة، راك تعرفوا هذا الشيء. يقول له قول كلاما يسيء إلى النبي، يقول أحد أحد، فلا زال يكررها حتى جاء الله بمن أعتقه من أصحاب النبي أبو بكر. هاي زيد واسمه الابتلاء الآخر الفلوس. فبعد الترهيب يأتي الترغيب. يا محمد إن كنت جئت بالذي جئت به مالا جمعنا لك لكي تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد جاها سودناك علينا، ملكا ملكناك علينا، نساء زوجناك بأحاسن نساء العجم والعرب، وإن كنت ترى الذي يأتيك رئي من الجن مرض طلبنا لك الطب في كل أرجاء الأرض. شو النبي صلى الله عليه وسلم يقول مجاوب؟ انتهيت يا أبا الوليد؟ كملت؟ بغيت الفلوس بهالخدمة، بغيت السلطة، بغيت الملك، إلا بغيت الفلوس ولا دخل له من باب اخر. ها التجارة ودير الفلوس، تطلب الفلوس من هذا الشيء. ماشي هو اللي تطلب الفلوس تطلبها من طريقهم، وتكون شريف وتكون كذا. انت قضية الدعوة ديرها سبيل باش تدي الفلوس. تمشي للجوامع وتقول لهم غادي نديروا مشروع كذا وتديروا. ولذلك قال له انتهيت يا أبا الوليد؟ قال له إيه؟ قال له أنا ما جئت بالذي جئت به أطلب فيكم مالا ولا ملكا ولا جاها، أنا جئت بالذي جئت به إليكم أطلب منكم أن تتلفظوا بكلمة واحدة تدين لكم العرب وتحكم بها العجم. قالوا قولوا لكم 100 كلمة 100 كلمة. قال لهم غير كلمة واحدة، واسمها لا إله إلا الله. هم كانوا عارفين معنى لا إله إلا الله، لا رب سواه، لا رازق سواه، لا معز سواه، لا مذل سواه، هو. فضربوا كفا على كف وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هذا كذب، قبضوا في الآلهة نتاعكم، هذا شيء عجيب. بغاو يديروا لنا الآلهة نتاعنا اللي عندنا نائلة وعندنا زهوبل وعندنا اللات وعندنا العزى، بغاو يردوا لنا واحد. ياك يا ودي جبتوا لنا دين جديد، ما نقولوش هادشي. يا سبحان الله. فإذا بأصحاب النبي يتربون على ألا ينهزموا أمام شهوات الدنيا. صبروا على العذاب وصبروا عودك على المال وعلى الكرسي، ما بغينا لا مال لا كرسي. بغينا الله والآخرة. وسيدنا النبي كيشوفهم يصبروا ويتربوا على عينه، اللي منين يجي الشدة يصيبهم حذاه، اللي بصح غادي يهاجروا، اللي بصح غادي يخليوا الأرض والوليدات والفليسات وكل شيء، لأن الآخرة في قلبهم راجحة على كل الدنيا. راه يعمرهم يصوتهم بحب الله والآخرة، ما يشوفوا غير الله والآخرة، ما عندهمش شي حاجة أخرى. اللي ترضي الله ويسيبوها في الآخرة يديروها، بل يسارعون ويتسابقون في تنفيذها، واللي عكس ذلك لا يلتفتون إليها، ما يهموش. ثم حوصروا حصار جوع 3 سنين. كان شي واحد منهم تخلف ولا واحد رطب 3 سنين، الماكلة ما كاش، حتى كان الرجل يتبول فيسمع خشخشة تحت بوله فيجد جلدا لحيوان يابس فيدبغه فيسفه 3 أيام وما يدخلش على دينه. أصحاب النبي تهضر فيهم أنت يا الشيعة وتسبهم أصحاب النبي. ومن بعد ما بعد واسمو قال لهم اهجروا. فين؟ ما قديتش أنا نتحمل هذا الشيء اللي كنشوفكم وانتم راكم كتعذبوا. خرجوا إلى أرض فيها ملك لا يظلم فيه أحد. فبدأوا بهجرة أولى، تربوا حتى على الهجرة على ترك هذه الأرض قبل الهجرة الأخرى العظيمة. فالعمل الأول قبل الهجرة اللي هي أعظم ما في هذا الدين، قضى فيه النبي 13 عام في مكة وهو يربي من يرتفع إلى درجة المهاجر.
إلى درجة من يترك كل شيء لأجل الله. وربي ربي 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 ربي. هذا العمل الأول. والعمل الثاني ما اسمه هو؟ قبل بالعمل الثاني، منين قربت الهجرة كانوا يتعذبوا بزاف صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واسمو دار لهم سيدي ربي؟ واسمو دار لهم؟ نزل عليهم سورة الكهف. سورة الكهف. علاش سورة الكهف قبل الهجرة؟ علاش نزلت في الهجرة سورة الكهف؟ علاش؟ يقولوا علاش؟ لأن الله تعالى يذكر في قصة الفتية الذين آمنوا بربهم وزدناهم هدى. من اللي تركوا الشرك ديال الأجداد نتاعهم والآباء، هو فين مشاو؟ هيأ الله لهم وقد هجروا تلك الحضارة وتركوا القصور. هم أولاد الناس كبار، تركوا القصور وذهبوا إلى كهف، وفما مشاو نعسوا. فهيأ الله لهم كهفا ناموا فيه 300 سنين وازدادوا 9 وتهناوا. ومن نضوا صابوا الدعوة تبدلات. ما معناها الشيء؟ واش قال لهم سيدر؟ باش قال لهم؟ اصبروا يا أصحاب محمد. فكما أن الله هيأ للفتية المؤمنين كهفا آواهم فيه ليحميهم من بطش المشركين، فلقد آن أوان أن يضمن الله لكم ويهيئ لكم كهفا آخر تأوون إليه وتجدون فيه الأمان. واسمه هو هذا الكهف؟ واسمه المدينة. المدينة. الله. الآن العمل الثاني واسمه هو؟ العمل الثاني واسمه هو بعد هالشيء؟ العمل الثاني هو العمل فين؟ في أرض الهجرة. هذا العمل الأول اللي هاجر. والعمل الثاني فين؟ البلاد اللي تستقبلك. فماذا فعل في المدينة؟ وما الذي فعله في تلك الأرض؟ هيأ الأرض وحولها إلى بيئة ماشي غير تستقبل المهاجرين، اسمو دير تحبهم وتفرح بهم وتقسم مالها معهم وديارها. ما كاينش واحد يخلط تما ويكون غريب، راه غريب في مكة البلاد ديالو اللي ما قبلتش الإسلام. أما كيمشي ذيك الأرض تزول الغربة. حنا عندنا الغربة منين تخرج للأرض ديالك وتمشي لأرض أخرى فما تكون غريب. لكن لا، هذه الهجرة العكس، أنت غريب في بلدك. باش غريب؟ في الدين الذي تحمله. دينك يخالف دينهم، توجهك يخالف. إذا أنت غريب، أنت بين الناس غريب، بحال المسلم غريب وسط الفساق. قال النبي صلى الله عليه وسلم 4 غرباء في الدنيا. شكون هما؟ القرآن في جوف المنافق غريب، والمسجد الذي لا يصلى فيه في الحي غريب، والصالح بين الفاسدين غريب، والعالم بين الجهال غريب. غريب غريب غريب. هذو غرباء غريب. ولذلك الآن الغربة واسمو هي في الحقيقة منين يخرجوا من بلادهم عاد تمشي الغربة. سبحانك يا ربي سبحانك. على حقاش يسيب تما دارو وهي ماشي دارو، ولك غادي يولي خوه ويولي ورثه ويقول له لا هذه الدار عندي انا نخرج لك بها. يقول والله ما تخرج انا اعطيني غير بويته. لا سيدي راه عندي دار اخرى، والله غير تجيبها هنا وجيب صاحبك وجيب صاحب صاحبك وجيب صاحبك، ويدقوا على اللي يخلط، يدقوا على شكون يدير الدار. ويا امي انت اش من خدمه دارها النبي صلى الله عليه وسلم حتى حولهم؟ شحال من عام دار صحاب المدينه باش رباهم؟ المهاجرين وشحال؟ 13 عام. وصحاب المدينه وشحال؟ شحال؟ 3 سنين 11. ملي تلاقى ذوك 6 وامنوا، مشاو ذوك 6 دعاو سيدي ربي حتى العام الاخر جاو 12. ومن بعد صفت معهم مصعب بن عمير وجاو 75. دار العجب ذاك مصعب بن عمير، دار العجب ذاك السفير، ذاك المجتهد، هذاك التلميذ نتاعو المهاجري، هذاك التلميذ ذاك الشاب اللي وصفته أول داعية أرسله النبي ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الأنصار، فما ترك بيتا في ذاك العام، بيتا من بيوت الأنصار، إلا وفقه الله بتوفيق الكريم العزيز
ليدخل إلى الدين. فدخل في الدين شكون؟ سادة الأوس والخزرج. فلما دخل سادة الأوس والخزرج كان بالسهولة بمكان أن يدخل جميع الأوسيين والخزرج ما دام قادتهم وسادتهم قد دخلوا. كان سيدنا مصعب حكيم ما يمشيش عند أي واحد يدعي بعد الشاف. كي يدخل الشاف يمشي عندهم يقول لهم يا شكون أنا؟ أنت سيدنا وبانا وأحكمنا، أراني آمنت محمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، وجهي على وجهك حرام، يا قبيلتي يا يبقى هذه الليلة شي واحد ماشي مسلم. واش ندير سيدي؟ توضاو غسلوا شهدوا روحوا نتعلموا الصلاة. نهار واحد كلشي دارها سعد بن معاذ، دارها سعد بن عبادة، باللي دخلوا الدين على يد هذا الداعي المهاجر. فالأنصار زيد وأرض الأنصار زيد هي من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، العمل الثاني. ولكن الأنصار الآن في ميزان من؟ في الميزان ديال شكون؟ في ميزان من؟ شكون يدي ذاك الأجر ديال هذه الهداية نتاعهم؟ شكون؟ شكون؟ المهاجرين. النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين هما اللي كانوا سباب باش هذا الناس يدخلوا للدين ويحبوا الإسلام. وانا نبقى نستغرب نقول يا ربي 13 عام في مكة وصلوا المؤمنين 70 واحد ولا 80. انا شحال واعره. وثلاث سنين قبل ما يمشوا للمدينة، المدينة فيها تقريبا ما نعرفش 300 ولا 400 مسلم. يا سبحان الله يا سبحان الله. ولذلك كاين شي ناس منين تدعهم لسيدي ربي بحال اللي راك تضرب الصفاح، يسمع اليوم ويسمع غدا ويسمع اليوم ويسمع غدا ويسمع اليوم ويسمع، بحال اللي راك تضرب في الصفاح. اتنقل من تما السي محمد هذاك الارض ما تخدملكش. وكاين شي الارض كاين شي ناس يسمع لك غير كلمه غير كلمه ويتحول راسا على عقب. ولذلك قضيه وش ماشي قضيه أن الذين يهتدون هو نتيجة الجهد الذي تبذله، لا، تبذل جهد تاع 13 عام ويسلموا لك 40، وفي واحد الجهة تبذل الجهد نتاع شهر ويعطيك النتيجة نتاع 1000 مرة في 13 1000 مرة 1000 مرة. من أشهد شيء الناس معادن. ولذلك احشاك داير في مكة يا محمد احشاك دير في مكة ما كاش ما بغاوش رسالهم رسالة لا خليهم عليك ترانكي. إنهم لا يكذبونك يا محمد ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما بغيش واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال له لا أبو جهل واش تقول لي الله يخليك هذا القرآن هذا اللي راك تسمع واش زعما واش تقول فيه؟ قال له واش نقول لك منين رحنا غير حنا زوج وما يسمعنا حتى واحد غادي نقول لك الحق يا ولد اختي. والله الا ذاك كلام ربي. يقول له علاش ما نتبعوش؟ قال له غير من رحنا غير انا وياك ولد اختي نقول لك الحق. شوف كنا ونحن وبنو هاشم نتنازع الرياسة في مكة، شكون يكون رئيس؟ قالوا أطعمنا فأطعمنا حتى احنا. يطعموا الحجاج يعني يديروا بكري كانوا العرب في الجاهلية يعني يتنافسوا على الخير وخاف الجاهلية تنزل. احنا طعمنا هم طعموا الحجاج حتى احنا طعمنا أكثر بهم. قالوا سقينا الحجاج حتى احنا سقينا. قالوا رفدنا حتى تعرفوا واش هو الرفد؟ الرفد هو تجيب الحجاج لدارك وتطعمهم وتسكنهم وكذا وكذا. قالوا فلما كنا كفر سيرها، شفتوا هذوك العواد اللي كيديروا السباق نتاع اللوطو ولا تاع ذاك اللي يقولوا له ما دير سيدي يرحم الله اللي كيدير ديرس. راه واحد في لجنه النصر ربح 600 مليون وسقساني قال لي واش ندير بهم؟ قلت له حتى كفر سيرهان كفر سيرهان حتى اذا كنا كفر سيرهان الراس عند الراس منين جينا نخلطوا الفينيش. شفتوا ذاك الفينيش كيف؟ قالوا منا نبي. منين نجيبوا لهم احنا نبي يا حبيبي؟ كنا تروى أطعموا أطعمنا سقوا سقونا دودو.
رفدنا تروا. ملي كنا غادي نتنازعوا الشرف شكون يسبق، قال له عندنا واحد النبي يجيه الخبر من السماء. منين نجيبوه لهم ابا؟ والله يا ولد خويا به ما نامن ولا نتبع حتى يحكم الله بيننا. هو على الحق واللي نزل عليه قرآن بالصح، ولا كأني نتبعوه. لو كان النبي جابينا، جاب قبيلتنا، ما يجيش من قريش، ما يجيش بنو هاشم، يجي بينا احنا بنو خزيمة، ما يجيش بنو هشام. حبيبي، إذا قال وصلك دير تما؟ روح للأرض ديال الخير، المدينة اللي راه لحد الآن اللي يمشي لها يستشعر سبحانك ربي سبحانك أن أهل المدينة أرق الناس أفئدة وأطيبهم قلوبا وأرأفهم وأفرحهم باستقبال الغريب. سبحانك ربي سبحانك. مكة راك عارف كي تمشي تما، كما قال لي واحد اليماني مشيت عنده للدار هذا العام، قال لي واش نقول لك؟ أطهر بقعة على الأرض فيها شر الخلق على الأرض. قلت له اسمرك تقول اسمرك. قال لك راني نقول لك يعني راح نطبقوا المبدأ نتاع التغليب، يعني الأغلبية، ماشي نقول لك الخير كاين، ولكن احنا مبدأ التغليب. أطهر بقعة هي هذه، ولكن فيها الرصال الغلاظ. الرصال الغلاظ هذه هو قالها، ماشي أنا زعما باش ما تنحسبش عليا. ولذلك في هذا الدرس تكلمنا على الجهد الذي بذله النبي قبل أن يمهد للهجرة. جهد 13 عاما. واسمه دار؟ قول واسمه دار؟ واسمه دار؟ ربى اللي هاجر، اللي يترك الأرض ويترك شحال من عام؟ 13 عام. واسمه صرا لهم تما؟ الترغيب والترهيب والتعذيب والتقتيل والحصار والهجرة والتهجير. 6 باش يخرج اللي يقدر. صبروا في التقتيل، وصبروا في الترهيب، وصبروا في الترغيب، وصبروا في الحصار، وصبروا في التهجير، وصبروا في كل شيء. هياهم الله تعالى. غادي تشوفوا ملي غادي يهاجروا بقاو نتكلموا على كل واحد من يهاجر واسمه دليل المشركين، ومع ذلك ما داهاش كاع، ما داهاش كاع. والعمل الثاني ما قام به النبي في المدينة. 3 سنين بايعوا البيعة الأولى وبايعوا البيعة الثانية بعد أن أرسل إليهم مصعب بن عمير، فلم يبق دار في المدينة إلا دخله الإسلام، فأصبحت المدينة تتشوق وتتقطع أكباد أهل المدينة شوقا لاستقبال النبي. صافي تهيأت الدعوة، وكل شيء نقول يا ربي فوقاش يجي النبي، يا ربي راه وعدونا باللي غادي يجي، يا ربي خير الخلق غادي يكون عندنا. اش من خير اللي وجدوا لنا ربي في هذا الزمان باش نعم سيدي الارض نتاعنا يكون فيها سيدي النبي. يا رب يا رب يا رب. فكانوا يشتاقون ويتحرقون شوقا لكي ينتقل النبي اليهم. في الدرس القادم إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء، بعد أن عرفنا ماذا قام به النبي تمهيدا للهجرة، سيشكو الصحابة إلى النبي ما يلقون من شديد التعذيب، فأعطاهم الأمر بالهجرة. وسنبدأ في اللقاء القادم الأمر النبوي للصحابة كيف هاجروا، وما هي أساليب المشركين التي تتبعوها لثنيهم على الهجرة. وصلى الله على حبيبنا محمد.